السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلبة تانية اعدادي اهلا بيكم. معكم مستر احمد الدسوقي مدرس مادة الدراسات الاجتماعية والحياة الاعدادية والتاريخ للثانوية العامة. المرة اللي فاتت شرحنا الدرس الأول من الوحدة الثانية اللي هو حضارات الشرق الأدنى، اللي هي حضارات بلاد العراق، حضارات بلاد العراق. لو انت ما اتفرجتش عليه لازم تتفرج عليه، هسيبه لك تحت في الديسكربشن، واي حد عنده اي استفسار هسيب لك جروب التليجرام وجروب الواتساب. النهارده بقى موعدنا مع الجزء الثاني من الدرس بتاعنا اللي هي حضارة فينيقيا. فزي ما اتعودنا مع بعض، شاي جميل، قهوتك اللذيذه، الزكاه جميل، اي كده تحب تشربه وتركز في كل كلمه بنقولها وتركز على الافكار ناكد عليها من خلال الشرح، وباذن الله باذن الله باذن الله دراستك هتكون في امان لسنين قدام. بس اوعى تنسى الكلام، مش عايزين نطول المكالمه اكتر من كده. يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، اياك نعبد واياك نستعين. صلى بينا على النبي ويلا بينا. بسم الله. الدرس بتاعنا بيتكلم عن حضاره فينيقيا. حضاره فينيقيا مستر، هي فينيقيا دي ايه بالظبط دلوقتي؟ قال لك فينيقيا دي 4 دول. ايه هم؟ سوريا ولبنان وفلسطين والاردن. الحته دي اللي هي بلاد الشام اسمها فينيقيا، قامت على ارض بلاد الشام، سوريا ولبنان وفلسطين والاردن. سوريا ولبنان وفلسطين والاردن اسمهم حضاره فينيقيا. حضاره فينيقيا بيقول لك الفينيقيون هم اول من استقروا على الشريط الساحلي الشرقي للبحر المتوسط. ادي البحر المتوسط في الشرق بتاعه، الساحل بتاعه، الفينيقيين هم اول ناس سكنوا في المنطقه دي. طيب بيقول لك والله الفينيقيون عايزين نعرف الحضاره بتاعتهم، ما كترش كتير وبدا على طول في الحياه، في الملامح الحياه بتاعتهم، حياه سياسيه اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه دينيه والعماره بتاعتهم. طيب اولا بيقول لك الحياه السياسيه. الحياه السياسيه بيقول لك فينيقيا مكونه من عده مدن او اللي هي ممالك، والممالك دي هي ممالك مستقله زي بلاد العراق اللي هو كان في الاول كل مدينه لها حكامها ومعبودها وقوانين خاصه لحد ما وحدهم الملك سرجون الاول. هنا بيقول لك فينيقيا كانت عباره عن ممالك او مدن عده مستقله يحكمها حاكم بالوراثه. حاكم بالوراثه اللي هو نظام ملكي وراثي. تمام. طيب زي ايه؟ زي جبيل، بيروت، اوغريد. المدن زي جبيل، سور، بيروت، جبيل، اوغريد. سور، بيروت، جبيل، اوغريد. دي اهم المدن اللي هي جبيل، بيروت، اوغريد. يبقى الحياه السياسيه نظام ملكي وراثي. بيقول لك شويه مدن مستقله. المدن المستقله دي اللي هي الممالك بيحكمها حاكم بالوراثه. حاكم بالوراثه. طيب الحياه الدينيه قال لك بالظبط زي المصريين القدماء، زي بلاد العراق، امنوا بفكره تعدد المعبودات. اتخذوا من قوى الطبيعه، عبدوا قوى الطبيعه زي الشمس والقمر والنجوم والكواكب والكلام ده، جسدوها، بس خلي بالك جسدوها في صوره بشريه وشيدوا لها المعابد. اشهر المعبودات معبود بعل، اسمه بعل. البعل اذا جايه من كلمه عجل كده، ايه اللي جاب عجل البعل؟ المهم اللي هو اسمه ايه؟ بعل. اشهر معبودهم بعل، اللي هو كان زمان اله الخصب والنماء. تمام. طيب يبقى قال لك والله الحياه الدينيه امنوا بفكره تعدد المعبودات زي بلاد العراق، زي مصر. طيب قدسوا قوه، عبدوا قوه الطبيعه، الشمس والقمر والنجوم والكواكب والكلام ده، وصوروها في صوره بشريه وعملوها معابد. قال لك اشهر المعبودات الاله بعل. الاله بعل. طيب الحياه الاجتماعيه قال لك انقسم المجتمع الى عده طبقات زي المجتمع العراقي وزي المجتمع المصري. يبقى قال لك انقسم الى عده طبقات زي المجتمع العراقي المصري والمجتمع العراقي. تمام. الحاله الاقتصاديه، اقتصاد يعني فلوس اللي هو الشغل بيجي من زراعه، صناعه، تجاره. اولا الزراعه. فينيقيا كانت برضك اعتمدت على الزراعه. بيقول لك ايه؟ استقر الفينيقيون في المناطق السهليه اللي هو المناطق السهليه اللي هي مش جبال. احنا قلنا السهول زي بقى سهول دجله والفرات في العراق، سهول نهر السند في الهند وهكذا. تمام. زرعوا ايه؟ قال لك زرعوا عنب والتين والزيتون. بس خلي بالك، قال لك فينيقيا كان فيها جبال. قال لك زي جبال بلاد الشام موجوده في لبنان، جبال لبنان. الجبال دي بقى كان بتعيق الزراعه. فقال لك ففكروا في فكره، قال لك نعمل ايه؟ ايه رايك؟ ادي الجبل اهو، بدل ان هم ينحتوا الجبل ويعملوه مصاطب، فبدأ ان هم يزرعوا في الحتت دي. تاني يبقى حولوا سفوح الجبال لبنان الى مصاطب زراعيه عشان يزرعوا فيها. جبال لبنان عباره عن
جبال، كلها جبال، 3/4 جبال. فعشان يزرعوا بدل ان هم يحولوا سفوح الجبال دي الى مصاطب زراعيه، اللي هم يزرعوا فيها. يبقى استقر الفينيقيون استقروا في المناطق الساحليه، زرعوا ايه؟ عنب، تين زيتون، زرعوا عنب، تين زيتون، حولوا سفوح جبال لبنان الى مصاطب زراعيه، يبقى الزراعه استقروا في المناطق الساحليه، زرعوا عنب، تين زيتون، وحولوا سفوح جبال لبنان الى مصاطب زراعيه. طيب الصناعه صنعوا ايه؟ قال لك والله اشتهروا بصناعه الصبغه. خلي بالك اصلا كلمه فينيقيا اتسموا بفينيقيا اليونانيون الاغريق، اليونان سموا الشعوب الفينيقيين سموها فينيقيا نسبه الى فينيكس، او سموها فينيكس. يعني اليونانيون اطلقوا عليها فينيكس دي نسبة إلى الصبغة الحمراء اللي بيستخرجوها من القواقع البحرية اللي موجودة قرب السواحل بتاعتهم اللي هي البحر المتوسط. تاني، اليونان أطلقوا على فينيقيين، اللي أطلقوا على الشعب ده اسم فينيكس دي نسبة إلى الصبغة الحمراء اللي هم بيستخرجوها من القواقع البحرية اللي قرب السواحل بتاعتهم. اترجمت بالعربية بقى إلى فينيقيا، عشان كده اتسمت فينيقيا. يبقى كلمة فينيقيا أصلها إغريقي اللي سماها اليونان. تمام؟ طيب بسبب إيه بقى؟ بسبب الأسباق المستخرجة من الكائنات البحرية. يبقى أشهر صناعة اشتهروا بالأسباق المستخرجة من الكائنات البحرية. عملوا ملابس، الملابس دي كانت من الحرير، من القطن، او من الكتان. يبقى ملابس حرير قطني كتان. الزجاج الملون، عملوا الزجاج خلي بالك بيتصنع من الرمال الموجوده في الصحراء. تمام؟ طيب جابوا الزجاج ولونوه، فاشتهروا بصناعه الزجاج الملون. عملوا السفن من خشب الارز. مستر، وخشب الارز ده فين؟ قال لك خشب الارز ده لو انت عارف علم العراق، علم لبنان، هتلاقي فيه نجمه في النص كده، ده اسمه علم او خشب او شجره، هتلاقي فيه شجره في النص كده. الشجر ده اسمه شجر الارز، بيتعمل منه خشب الارز. تاني الصناعة اشتهروا بالأصباغ المستخرجة من الكائنات البحرية. ملابس حرير قطني كتان، والزجاج الملون، السفن أخشاب الأرز. تاني الصناعة اشتهروا بصناعة الأصباغ المستخرجة من الكائنات البحرية. ملابس حرير قطني كتان، والزجاج الملون، السفن أخشاب الأرز. طيب التجارة، قال لك والله هم جنب البحر المتوسط، فاستخدموا البحر المتوسط في التجاره البحريه وسيطروا عليه، واشتهروا بالملاحه، اللي هم ينطلقوا بالسفن بتاعتهم، واسسوا مراكز تجاريه مثل قرطاج اللي هي تونس. عشان كده الناس اللي ليها في الكوره هتفهم النقطه دي، عشان كده بنسمي المنتخب التونسي نسور قرطاج نسبه الى قرطاج اللي اسسها اصلا الفينيقيون على ساحل البحر المتوسط. ادي فينيقيا اسست مدينه اسمها قرطاج على ساحل البحر المتوسط للتجاره، ميناء قرطاج. تمام؟ طيب قال لك برضك استخدموا المقايضه، اللي هو تبادل سلعه مقابل سلعه اللي شرحناها في العراق. تمام؟ في التبادل التجاري. بعد كده استخدموا النقود زي الذهب. يبقى التجاره بيقول لك بقى، بص بنقولها ازاي. التجاره في البحر المتوسط سيطروا على التجاره، اهتموا بالملاحه، اسسوا مراكز تجاريه زي قرطاج. استخدموا المقايضه في التبادل التجاري، بعد كده النقود. طيب يبقى تاني، يبقى زراعه، صناعه، تجاره. الزراعه استقر الفينيقيون استقروا في المناطق الساحليه، زرعوا عنب، تين زيتون، حولوا سفوح جبال لبنان لمناطق زراعيه. الصناعه اشتهروا بالاصباغ اللي قلت لك فينيكس وبعدين فينيقيا. تمام؟ طيب اشتهروا بالاصباغ المستخرجه من الكائنات البحريه. الملابس حرير قطني كتان، والزجاج الملون، السفن اخشاب الارز. طيب التجاره، سيطروا في البحر المتوسط، سيطروا على التجاره، اشتهروا بالملاحه، اسسوا مراكز تجاريه زي قرطاج، استخدموا المقايضه في التبادل التجاري، وبعد كده النقود. طيب الحياه الفكريه والعلميه اللي هي الناس دي كانت بتعمل ايه؟ بتتعلم من ايه؟ قال لك ابتكروا ايه؟ قال لك الفينيقيون
استخدموا او ابتكروا حروف الابجديه. الحروف الابجديه هي اقدم الابجديات في التاريخ. خلي بالك، يبقى حضارات بلاد العراق اخترعوا الاول كتابه اللي هي الكتابات المسماريه، دي اول كتابه في التاريخ. اما اقدم الابجديات في التاريخ اللي هي الابجديات الفينيقيون، اللي هو عملوا اول حروف ابجديه. الحروف الابجديه اول ناس عملوها الفينيقيين، اما الكتابه المسماريه اول ناس عملها العراقيين. تمام؟ طيب الكتابه دي او الحروف دي كانت مكونه من 22 حرف. ادي الابجديه الفينيقيه مكونه من 22 حرف. تمام؟ طيب انتقلت الى الاغريق اللي هم اللي هو اليونان، بعد كده انتشرت في اوروبا لتصبح اساس الابجديه الحديثه اللي هو A B C D E F G H والكلام ده. تمام؟ طيب يبقى الفينيقيون ابتكروا الابجديه الفينيقيه مكونه من 22 حرف، وهي اقدم الابجديات في التاريخ، انتقلت الى اليونان الاغريق، ثم انتقلت الى اوروبا انتشرت في اوروبا لتصبح اساس الابجديه الحديثه. طيب اهتموا بعلم الفلك. الفلك ده ساعدهم في معرفة في الملاحة، والحساب ساعدهم في التجارة. يبقى خلي بالك، اهتموا بعلم الفلك والحساب لمساعدتهم في الملاحة والتجارة، وساهموا في تطوير الجغرافيا من خلال رحلاتهم البحرية اللي أدت إلى اكتشاف مناطق جديدة. تاني يبقى الفينيقيون ابتكروا الحروف الابجديه، وهي اقدم الابجديات في التاريخ. انتقلت الى الاغريق ثم انتشرت في اوروبا، وبعد كده اللي هي اساس الابجديه الحديثه. طيب اهتموا بعلمين الفلك والحساب، وقال لك عشان يساعدوهم في الملاحه والتجاره، وبرضك ساهموا في تطوير علم الجغرافيا ده من خلال المناطق اللي اكتشفوها ادت الى اكتشاف مناطق جديده. طيب العمارة والفنون، قال لك والله الفينيقيين دول عملوا ايه؟ شيدوا المعابد والقصور والقلاع والحصون. عملوا معابد، عملوا حصون، عملوا قصور، عملوا حصون. قال لك بنوا الاسوار حول المدن. يبقى عملوا معبد، عملوا قصر، عملوا قلعة، عملوا سور، عملوا اسوار حول المدينة عشان تحميها من الاعداء. يبقى عملوا معابد، عملوا قصور، عملوا قلاع، عملوا حصون، عملوا اسوار حول المدن عشان تحميها من الاعداء. تمام؟ طيب اشتهروا بنحت التماثيل الصغيره، وخلي بالك نحتوها من العاج او الحجر او الاخشاب. الحجر والخشب عارفينه. ايه هو العاج ده؟ العاج ده اللي هو انياب الفيل. بيقطعوا حته اللي هو العاج ده اللي هو النيب ده بتاعهم الفيل، بياخدوه يقطعوه يعملوا منه ايه بقى الحاجات دي. المهم طيب اخر حاجه بقى معايا في الدرس بتاعنا التواصل المصري بين فينيقيا وحضاره مصر. تمام؟ طيب الفينيقيون خدوا ايه؟ قال لك والله الفينيقيون تاثروا بالمصريين بالبعث والخلود وصناعه الغزف وتعدد المعبودات. يبقى الفينيقيا خدت عن مصر 3 حاجات. قال لك المعتقدات الدينيه كالبعث والخلود وتعدد المعبودات وصناعه الغزف والفخار. طيب احنا بقى خدنا ايه من فينيقيا؟ قال لك والله المصريين استوردوا خشب الارز اللي هم كانوا بارعين فيه او عندهم كتير، احنا خدناه. فاكرين لما اتكلمنا في السنه اللي فاتت قلنا سنافر راجل طيب، سنافر بدل اللي هو يرسل 40 سفينه الى سوريا اللي هي فينيقيا لجلب خشب اسمه خشب الارز. يبقى في عصر الدولة القديمة الملك سنفرو أرسل 40 سفينة إلى سوريا لجلب خشب الأرز. إذا كان في علاقات بين مصر وفينيقيا. أولا المصريين القدماء استوردوا خشب الأرز من فينيقيا. طيب أدي أول حاجة. طيب برضك الملك نخاوي الثاني استعان بالبحارة الفينيقيين للدوران حول أفريقيا. قال لك في الملك نخاوي الثاني عمل أول رحلة حول أفريقيا، عمل دوران حول أفريقيا استغرق 3 سنين، استعان بالبحارة الفينيقيين. تمام؟ طيب ادي اول حاجه. يبقى الملك سنفرو، الملك نخاوي الثاني. قال لك برضو المصريين القدماء حكموا بلاد الشام في فترات متقطعه، خاصه في عصر الدوله الحديثه. قال لك في عصر الدوله الحديثه مصر كانت امبراطوريه كبيره، في عهد الملك رمسيس الثاني تحتمس الثالث كانت امبراطوريه كبيره جدا. بدل ان هم يسيطروا على بلاد الشام زي
الملك رمسيس الثاني لما انتصر على الحيثيين وعمل اول واقدم معاهده سلام في التاريخ، اللي هو معاهده السلام، اول معاهده سلام في التاريخ مع الحيثيين شعوب اسيا الصغرى. تمام. طيب يبقى تاني، يبقى حكم المصريين بلاد الشام في فترات متقطعه، وقال لك المصريين كانوا عايزين اللي هم يلاقوا حاكم محلي هناك في المنطقه بلاد الشام دي يحكم باسمهم. انا دلوقتي حاكم مصر، ببعت واحد هناك، انا رحت سوريا، رحت مثلا فينيقيا، اخلي حاكم محلي هناك يحكم هناك بس تابع ليا، بس خلي بالك لازم يكون ليه ولاء ليا عشان ما يستقلش بالدوله بتاعته هناك. تمام. طيب يبقى المصريين كانوا عايزين الحكم في بلاد الشام من خلال تعيين حكام محليين، بس لازم يكونوا اوفياء لمصر يحكمون باسمهم، واحد بيحكم هناك باسم مصر. اهتم المصريين بانشاء المعابد والمراكز والحميات العسكريه هناك. تمام. طيب يبقى تاني، يبقى انا اقول لك العلاقه بين التواصل الحضاري بين مصر وفينيقيا. مصر كانت، او فينيقيا خدت مننا ايه؟ خدت مننا البعث والخلود وتعدد المعبودات وصناعه الغزل. احنا خدنا منهم ايه؟ خدنا خشب الارز. قال لك الملك نخاو استعان بالفينيقيين، البحاره الفينيقيين للدوله حول افريقيا، استغرقت 3 سنوات. طيب قال لك المصريين القدماء او في عصر الدوله الحديثه مصر حكمت بلاد الشام، عملت امبراطوريه كبيره وحكمت بلاد الشام. طيب كانوا المصريين عايزين يعينوا حكام محليين اوفياء هناك يحكموا باسمهم. طيب واهتموا بانشاء المعابد والمراكز والحميات العسكريه هناك. طيب نهايه حضاره بلاد العراق القديم، قال لك لكل بدايه نهايه، لازم يكون لكل بدايه، لكل قصه حكايه، ولكل حكايه بدايه، ولكل بدايه نهايه. كل دوله مهما بلغت، بيقول لك المثل اللي هو ايه؟ ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. كل بدايه لها نهايه. لكل حضاره مزدهره لها مدتها هتزدهر في فتره من الفترات، بس هتتهدى او هتتهدم في الاخر ويجي مكانها حضاره جديده وهكذا. دي سنه الحياه. تمام. طيب بيقول لك حضارات بلاد العراق، نهايه حضارات بلاد العراق وفينيقيا. الفرس غزوا بلاد العراق في القرن السادس قبل الميلاد. الفرس اللي هي بلاد فارس غزوا بلاد العراق في القرن السادس قبل الميلاد وسيطروا على بلاد العراق كلها وبلاد الشام. تمام. طيب وقعدوا يحكموا لفتره طويله لحد ما جاء الاسكندر الاكبر من بلاد اليونان، عمل امبراطوريه كبيره جدا، اكبر امبراطوريه في العالم القديم، غزا نص العالم كله وهو كان عنده 33 سنه بس. تمام. طيب عام 332 قبل الميلاد اما غزا بلاد الشرق وعمل وضم من مناطق لامبراطوريته، ضم العراق والشام. بس الاسكندر الاكبر توفى في عام 323 قبل الميلاد وما كانش ليه وريث، اتقسم المملكه بتاعته بين قواته، وكانت فينيقيا وبلاد العراق من نصيب الملك سلوكس، من نصيب الملك اسمه الملك سلوكس، فاسس الدوله السلوقيه، اللي ضمت الشام والعراق. طيب لحد اما استولى عليها الفرس مره اخرى، الفرس استولوا على بلاد العراق والروم احتلوا بلاد الشام، لحد ما جاء الفتح الاسلامي لمصر، الفتح الاسلامي لبلاد العراق والشام في عهد الخليفه عمر بن الخطاب. يبقى تاني نهاية حضارات بلاد العراق. الفرس غزوا بلاد العراق والشام في القرن السادس قبل الميلاد، قعدوا يحكموا لفترة طويلة إلى أن جاء الإسكندر الأكبر وعمل إمبراطورية كبيرة جدا وكان من ضمنهم العراق والشام، لحد ما توفى عام 323 بس ما كانش ليه وريث، فاتقسمت الامبراطوريه بتاعته بين قواته، وكانت العراق والشام من نصيب الملك سلوكس، اسس الدوله السلوقيه في العراق والشام، وقعدت حوالي 150 سنه اللي هي قرن ونص، الى ان جاء الفرس مره اخرى واستولوا عليها، استولوا على العراق، والروم احتلوا بلاد الشام لحد ما جاء الفتح الاسلامي للعراق والشام في عهد الخليفه عمر بن الخطاب، وهنعرفه ان شاء الله كمان درسين. طيب ده كده الدرس بتاعنا النهارده. طيب تعال نحل شويه تدريبات عشان نثبت المعلومات. طيب قبل ما نحل تعالى كده بسرعه نعمل ريفرش سريع على اللي احنا خدناه. بيقول لك الحضاره الفينيقيه، قلنا فينيقيا قامت في بلاد الشام بسوريا لبنان فلسطين والاردن، سوريا ولبنان فلسطين والاردن على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، والفينيقيين يعتبروا اول من استقروا على الساحل الشرقي للبحر المتوسط. طيب قال لك بعد كده قلنا الحياه السياسيه في فينيقيا كانت مقسمه الى عده مدن، ممالك، كل مدينه لها حاكم يحكمها
بالوراثه. طيب مثل جبيل بيروت اوغريد، جبيل بيروت اوغريد. الحياه الدينيه امنوا بفكره تعدد المعبودات، عبدوا القوه الطبيعه، عبدوا القوه الطبيعه وخدوها جسدوها في صوره بشريه وعملوها المعابد. اشهر معبوداتهم الاله بعل، الاله ايه؟ بعل. الحياه الاجتماعيه كان المجتمع منقسم الى طبقات زي العراق وزي المصري، الحضاره المصريه. طيب الحاله الاقتصاديه زراعه، صناعه، تجاره. الزراعه استقروا في المناطق الساحليه، زرعوا عنب، تين زيتون، زرعوا عنب، تين زيتون. حولوا سفح جبال لبنان لمصاطب زراعيه، حولوا سفح جبال لبنان الى مصاطب زراعيه. الصناعه قال لك اشتهروا بصناعه الاصباغ، الصبغه المستورده من الكائنات البحريه، الكائنات البحريه، ملابس حرير كوتني كتان، الزجاج الملون، سفن اخشاب الارز والسفن اخشاب الارز. التجاره في البحر المتوسط سيطروا على التجارة، اهتموا بالملاحة، أسسوا مراكز تجارية مثل قرطاج، واستخدموا المقايضة في التبادل التجاري، بعد كده النقود زي الذهب. طيب الحياة الفكرية، ابتكر الفينيقيون الحروف الأبجدية 22 حرف، 22 حرف، وهي أقدم الأبجديات في التاريخ، أقدم الأبجديات في التاريخ. انتقلت إلى الإغريق وبعدين انتشرت في أوروبا لتصبح أساس الأبجدية الحديثة. اهتموا بعلمين، فلك هندسة، الفلك والحساب، واهتموا بتطوير علم الجغرافيا، علم الجغرافيا. الفنون قال لك والله عملوا معابد، عملوا قصور، عملوا قلاع، عملوا حصون، عملوا الاسوار حول المدن عشان يحموها من الاعداء الخارجيه، ونحتوا التماثيل الصغيره من العجو والحجر والخشب، العجو والحجر والخشب. التواصل الحضاري، الفينيقيين تاثروا من مصر عن طريق قال لك المعبودات الدينيه كالبعث والخلود وتعدد المعبودات والغزف والفخار. طيب احنا بقى المصريين خدوا ايه عن فينيقيا؟ قال لك الملك سنفرو ارسل 40 سفينه الى سوريا لجلب خشب الارز. تاني حاجه الملك نيخاو الثاني استعان بالبحاره الفينيقيين للدوران حول افريقيا. المصريين في عصر الدوله الحديثه حكموا بلاد الشام. قال لك برضو اهتموا بانشاء المعابد والمراكز والحمايات العسكريه هناك. لكل بدايه نهايه، نهايه حضاره بلاد الشام اللي هي فينيقيا وبلاد العراق. قال لك غزا الفرس في القرن السادس قبل الميلاد، سيطروا عليهم، وبعد كده الى ان جاء الاسكندر الاكبر وقعد قرن ونص. جاء الاسكندر الاكبر قصدي وخد المناطق دي لحد ما مات، واتقسمت المملكه بتاعته على لتصبح نصيبها على يد الملك سلوكس اللي اسس الدوله السلوقيه في مصر والشام، في العراق والشام قصدي. وبعد كده استمر 150 سنه، قرن ونص، لحد ما جاء الفرس واستولوا على العراق مره اخرى، والروم استولوا على الشام لحد ما جاء الفتح الاسلامي على يد الخليفه عمر بن الخطاب والقوات مختلفه، وهنعرفهم ان شاء الله في الدرس اللي بعد الجاي. طيب تعال نحل بقى عن شويه تدريبات كده تعرفنا او تثبت المعلومات شويه. طيب بيقول لك اكمل. نشأت حضارات العراق القديم في السهول الفيضيه بين نهري، ايوه سامعك اللي بتقول دجله والفرات يا ولد، دجله والفرات. طيب السؤال الثاني بيقول لك اطلق على حضاره العراق القديم حضاره بلاد الرافدين، بلاد الرافدين. طيب أولى الشعوب التي نشأت في جنوب بلاد العراق، السؤال ده مهم جدا جدا جدا. أولى الشعوب هخليك اللي عارف يكتب تحت في الكومنتات، أنا مش هجاوب عليه بس اللي عارف يكتب تحت في الكومنتات. طيب يعد الملك نقط أشهر ملوك الدولة السومرية الملك أورنومو، هو أشهر الملوك في عصر في الدولة السومرية. طيب ننزل تحت شوية. سيطر نقط على بلاد العراق والشام في القرن السادس قبل الميلاد. قلنا الفرس هم سيطروا على العراق والشام في القرن السادس قبل الميلاد. السؤال ده مهم جدا. اول قانون مدني في بلاد العراق القديم، ايوه سامعك اللي بتقول ايوه، اكتبوا تحت في التعليقات. طيب انقسم المجتمع العراقي القديم الى كم طبقات؟ الى عده طبقات. طيب اختار الاجابه الصحيحه. أقامت الدولة السومرية عدة مدن، منها الدولة السومرية زي سومر لجش، بس لجش من عندك، بس يبقى هي دولة أو مدينة أور دي اللي هي عاصمة بتاعت الحضارة السومرية. طيب اتخذوا السومريين مدينة إيه عاصمة لهم؟ مدينة أور. طب من أشهر ملوك الدولة الأكادية الملك سرجون الأول اللي وحد البلاد، الملك سرجون الثاني دافع عن البلاد، تمام؟ طيب كانت مدينة نقط عاصمة الدولة الأكادية مدينة أكاد. طيب من أشهر ملوك الدولة البابلية الدولة البابلية الملك حمورابي اللي عمل إمبراطورية قوانين وتشريعات. طيب تعال ننزل تحت شوية. صح وغلط.
اهملت تشريعات حمورابي حقوق المراه؟ قال لك لا طبعا، الملك حمورابي عمل قوانين شملت كل جوانب الحياه من ضمنهم المراه. طيب اعتقد العراقيون في البعث والخلود؟ قال لك طبعا طيب كانت الاسره نواه المجتمع العراقي؟ ايوه طبعا، الاسره هي اسره مع اسره مع اسره اسره عامل لمجتمع، فهي نواه المجتمع العراقي. ننزل تحت شويه. اعتقد الفينيقيون في الزراعه على المناطق الساحليه فقط؟ قال لك لا، حولوا سفوح جبال لبنان لمصاطب زراعيه، استطاع الاسكندر الاكبر هزيمه الفرس في العراق والشام وضمهم للامبراطوريه؟ الاسكندر الاكبر ايوه، عام 332 قبل الميلاد غزا الشرق وعمل امبراطوريه كبيره جدا. امن سكان العراق بتعدد الالهه؟ ايوه، العراق عملوا تعدد المعبودات. طيب من هم؟ هم اولى الشعوب التي سكنت جنوب بلاد العراق؟ احنا قلنا السومريين، الحضاره السومريه في جنوب بلاد العراق، على نهر الفرات، وهي اول الشعوب في تلك البلاد. يبقى الحضاره اللي هم السومريين هم اول الشعوب في تلك البلاد اللي هو في جنوب بلاد العراق. من هم؟ هم الذين قدموا جاءوا من شبه جزيرة عربية واستقروا في وسط بلاد العراق، اللي هم الآكاديون، الحضارة الأكادية. طيب من هم؟ هم الذين استقروا في شمال بلاد العراق واتخذوا من أشور عاصمة البلاد، الآشوريين. هم. طيب ننزل تحت. ملك توحد على يده بلاد العراق، الملك اللي وحد البلاد، الملك سرجون الاول. الملك سرجون كان بيسيطر، سيطر على المدن المتنازعه وعمل اول مملكه متحده، الملك سرجون الاول. طيب حضاره قامت على بلاد الشام، الشريط الساحلي، البحر المتوسط، الحضاره الفينيقيه، حضاره فينيقيا او الحضاره الفينيقيه. تمام. طيب وبكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده. اتمنى تكون كنت مركز معايا في الدرس. اي حد عنده اي استفسار هسيب لك جروب الواتساب. مش عايزك تشيل هم الدراسات ابدا، وتاكد باذن الله دراساتك هتكون في امان لسنين قدام. بس اوعى تنسى الكلام. سلام.